في مشهد حلو قوي بين سلمى أبو ضيف وبين انتصار. المشهد ده لخص كتير قوي. فكرة سؤال ليه البنات بتدور على الاهتمام بره. تعالوا نشوف ايه المشهد. يا ماما اقسم بالله انت فهماني غلط. مش انا بنتك الفاشله؟ مش انت دايما كنت تقولي عليا ان انا وحشه وماليش لازمه وبضرب لخمه وانا صدقتك اقسم بالله. ايوه انا كده. انا حتى بستغرب لما حد بيقول لي كلام حلو عشان ما اتعودتش منك على ريق حلو ولا كلام حلو ابدا. شفتوا الحتة اللي شيماء قالت فيها لحمدية والدتها أنا صدقتك؟ حقيقي أمهات كتير ما تعرفش أثر الكلمة اللي هي بتقولها عن نفسية بناتهم، وإن هي قد إيه إن الكلمة دي هي هيوصل لها بمعاني تانية، مش هيوصل لها إن أنا بقول ده عشان بحبك. للأسف بقى الأمهات بتقول كلام متغلف على شكل نصيحة أو على شكل توجيه، وهو للأسف كلام مؤذي قوي. زي لما تيجي تقول لبنتك انت فاشلة، انت ملكيش لازمة، محدش هيحبك، مالك خاسة كده ليه وشكلك وحش، مالك مليانة كده ليه وشكلك وحش. كل الكلام ده مش هيوصل لها ان ماما بتحبني او ان هي بتنصحني، هيوصل لها ان ماما ما بتحبنيش. للأسف بقى الرسائل اللي بتوصل للبنت من خلال كلام مامتها هي ان هي مش كفاية، وان هي ما تستحقش تتحب، وان هي فاشلة او ان هي وحشة. كل الرسائل دي بتوصل للبنت بتخليها تدخل في علاقات مؤذية وبتأثر على شخصيتها، بتخليها مهزوزة او ما عندهاش ثقة بنفسها. احضنوا ولادكم وسمعوهم كلام حلو بدل ما ينبهروا بأي إعجاب مزيف يجيلهم من بره أو يفضلوا في علاقات مؤذية ليهم.